انا مش هتكلم كتير، هات يا ابني البوكس يلا. انا عامل انبوكسنج لدي، انا يعني ده تقريبا اكبر بوكس انا هعمل له انبوكسنج في حياتي. ناولني مفيش وقت بس. ايه ده؟ دو نوت اوبن. لو انتوا شايفين من الكاميرا اللي فوق. قبل ما افتح كده بسرعه، دي شاشه 144 هرتز، الاسبكت ريشيو بتاعها 32 ل 9 مش 16 ل 9، دي الترا وايد. لو انت بقى بتedit وهتشوف التايم لاين كله بالكامل سواء صوت ولا صوره، مش عايز اطول، خليني افتح كده. دي المفروض انها ورقه المواصفات، ملناش دعوه بيها دلوقتي، خليها هنا. ودي كده القاعده غالبا انا قطعتها ملحقتش. شكلها عامل ازاي؟ خليها على جنب دلوقتي. المفروض ان دي حاجه كده ايه هتتحط حوالين الشاشه، ودي عشان تعلق السماعات عليها. ايه البوكس ده؟ هو ايه كميه الحاجات دي؟ مش عارف ده ايه ده. مش عارف الصراحه ده ايه. دي كل الكيبلز اللي بتيجي مع الشاشه، ده HDMI، وده كابل الباور بتاعها شكله شيك جدا، ده USB كيبل. معرفش الشاشه دي فيها ديسبلاي بورت ولا لا، بس هو اكيد مش جاي معاها عشان دي العلبه اللي فيها كل حاجه، وانا معرفش دي الصراحه بتاعت ايه بس هيبان. دي بقى اللي هي غالبا الكفر علشان يداري على الاسلاك والحاجات دي. الحاجه كلها متغلفه الصراحه، تغليف كويس جدا. انا عمال احط كل حاجه وبعد كده هقعد ادور عليها، كل حاجه على جنب. يا نهار ابيض، ايه ده؟ ده الدراع غالبا اللي بيشيل الشاشه، ووزنه تقيل جدا اكيد عشان يشيل الحجم ده كله يعني. متقفل تقفيله، ده متبرشم مش متقفل. ده يعني وزنه غريب جدا، مش عارف ايه ده، ايه ده، اوف. انا مش عارف هركب الشاشه ازاي الصراحه. بكل الحاجات اللي موجوده فيها دي. خلاص كده جينا بقى اهم حاجه. اوه بص، انا هعمل حاجه لذيذه قوي. انا هركب الشاشه، هي اولا فيها مكان للديسبلاي بورد وفيها 2 HDMI، بس هي جايه معاها كابل واحد بس. انا مش عارف اطلعها ازاي، بس انا عايز اركب الشاشه، اركب القاعده والشاشه في الكرتونه، علشان دي لو شلتها انا مش هعرف اعمل فيها اي حاجه خالص. استنى قلبي. هنشوف بقى ايه هركبها ازاي. بص بقى، دي هتركب كده بعد كده تنزل كده. هم 4 مسامير. بعدين بقى ايه القاعده. خلاص كده احنا ركبناها. بعد ما ركبنا القاعده هنعمل كده. شيل يا ابني معايا الكرتون. انا مش هبان اصلا لو الشاشه دي اتحطت، فانا كبيري بقى ان انا ايه اعمل كده. هي هتيجي كده، فممكن اكلمكم كده. شايفين؟ اللي فيكم يعرفني عارف ان انا قد ايه كنت مستني الشاشه دي. هعرف ايديت عليها، هعرف العب طريقه يعني مش متخيلين. شايفين المساحه عامله ازاي؟ بالذات في العاب الريز زي فورزا هورايزن، نيد فور سبيد، الالعاب دي كلها هتبقى حاجه تانية على الشاشه دي، وبالذات مع الريسنج ويل هبقى قاعد كده خلاص انا كاني جوه اللعبه. مش عارف العاب الفيرست بيرسون شوتر هتبقى عامله ازاي، بس انا شايف انها هتبقى تجربه حلوه برده، مش هتبقى وحشه. هقول لكم كل ده في ريفيو. الشاشه دي انا كنت مستنيها عشان تجي لي مخصوص. الشاشه دي مكانها مش هنا، الشاشه دي مكانها في السيت اب الجديد. بعد ما شفتوا السيت اب الجديد بقى، ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وفولو على تويتر وانستجرام وفيسبوك. استنوا مني فيديوهات جديده وكذا انبوكسنج غريب. اشوفكم على خير، سلام.